وسل عنهم أحد، وسل عنهم بدر، وسل عنهم حنين، وسل عنهم يوم الخندق. هؤلاء رجال كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم أحد المشركين احتاشت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يدافع عنا؟ تقدم ابن السكن معه 7 من اخوانه، 7 وقفوا قدام الرسول. قتل الاول، تقدم الثاني، قتل الثاني، تقدم الثالث، قتل الثالث، تقدم الرابع، قتل الرابع، تقدم الخامس، قتل الخامس، تقدم السادس، قتل السادس، تقدم السابع. كان آخر واحد. وقع الرجل، وضع الرسول على قدمه. دير الصحابة الدائر يعرفون اللي يعرفون. حياتك سل عنهم بدر. يوم بدر أبشر بهم والله. بابون إن شاء الله. وليش قالوا لواحد منهم عرفنا عن الناس اللي عددهم كم؟ جاء بفرسه حول الصحابة، والرسول واقف على العريش ومعه سيدنا أبي بكر الصديق. كلام غريب. الرسول واقف يدعو، أبي بكر ما سمع. يا رسول الله، إن ربك منجز لك ما وعدك. يا رسول الله، شفقة بالنبي يعني كان أتباع الأنبياء يخافون على أنبيائهم في الساعات. لأن سيدنا عمر بن الخطاب يوم التحق الرسول بالرفيق الأعلى، قال لي الناس بيقول الرسول مثلا بقطع رأس السيف. الرسول ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى ابن إبراهيم. يعني الأنبياء يفهمون مسائل يعني دقيقة، مسائل عظيمة في حياة أنبيائهم. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق كان يخاف يعني من المشهد ده، يخاف من المشاهد دي. يا رسول الله، إن ربك منجزا لك ما وعدك. يا رسول الله، يعني حد يخشى لسع شهود عالي من النبوة، يعني مكاشفة فيها الأشياء الخطيرة العظيمة التي لم تشهدها الناس. الصحابة ذاك المشركين قالوا لواحد منهم: كم عدد هذا؟ جاء الراجل قال له: والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا. ثم خيرين البلاء الدين أزبلة. قالوا الناس شفتهم دين بلا بس يحمل الموت كأسنان كذا. كنتم مخيرين. لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، والله لا يقتل منهم رجل حتى يقتل منكم رجل، وانظروا فيما تفعلون بعد ذلك. مسألة غريبة يعني. الدين ما جاء بسيئة، مسألة سهلة ما جاء. الرجال حول الرسول. أيوة، لا الناس مدحون الله، قبالك مدحون الناس. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جيل فريد عظيم في غرة التاريخ لن يلحق واحد على الإطلاق. جلسة واحدة مع قدام النبي صلى الله عليه وسلم، لو عبد واحد أحد، لو أعطي 1000 عام وعبد هذه العبادة لا يلحق تلك الجلسة التي جلس هذا واحد. دنا منا وفيوضات أبدا لن تغاس ولن تأتي بها عبادة على الإطلاق، مهما كانت العبادة مفروضة علينا ومهما كان لك.
ولكن هذا الجيل قد حفظ الدين وخلانا نحن نتطهر من البول بسببه، ونتطهر من النجاسة، ونتطهر من العزرة. من الذي حمل لنا هذه المعاني وحمل لنا هذا الدين ذلك؟ أليس هم أصحاب الرسول؟ والله اليهود والله النصارى يا رب. كيف هذا قلب الموازين؟ كلام غريب. لذلك جزا الله حياتي جزاء عظيما كبيرا، حيث قال سل عنهم بدر، سل عنهم. هذا هو جيل الصحابة. والله لولا جيل الصحابة أنتم كنتوا تعبدوا الأوثان، اللي بعبد له في نجمة، واللي بعبد له في حمار، واللي بعبد له في كلب، واللي بعبد له في مدر. ولكن هذا الفضل، وانتم كيف تسمعوا كلام الرسول تهتزوا اليه او تقرؤون القران الحمد لله رب العالمين. ربنا اكرمكم ان تثنوا على الله بما هو اهله، الحمد لله رب العالمين، وتصفوه بالصفات الجميله العظيمه، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الله علمنا، الرسول علمنا إياك إفراد، إياك نعبد، ثم وإياك نستعين، أي بذاتك نستعين يا الله. فكله جاءنا بفضل الرسول وبالوحي العظيم الذي نزل على الرسول، ثم بفضل الصحابة الذين حملوا إلينا هذا القرآن. جزا الله حياته خير. سلسلهم محمد وسلسلهم عن النبي. نعم، مسائل عظيمة، عقائدنا محمد رسول الله واليهود معه يا رب. كيف تفكروا كويس؟ محمد رسول الله واليهود معه والنصارى معه، والله قال شنو؟ والذين معه. من هم؟ محمد رسول الله. شوف ربنا مدحهم في القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. دي صفة عند الله كده، الله وصفهم بها قبل يخلقهم في عالم الأرواح، في عالم الأزل. اختار محمد نبيا واختار له هؤلاء الصحابة أن يكونوا حوله. وهذا المدح مدح أزلي من القرآن، لأنه مدح أزلي، مدح أزلي نزل على حادث هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أزلي مدحنا الله في سابق الأزل قبل أن يكون شيئا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. شوف المدح ده كيف؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. المدح ده مدح بالقرآن ده برضه جاء في التوراة والإنجيل بنفس الكيفية. في الكتب السابقة جاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت صفات الصحابة بنفس هذه الكيفية. جزا الله الذين مدحوا الصحابة وجزا الله الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لإخواننا المدحوا والله إنكم أعطيتم ما لم يرضى أحد من العالمين. تمنينا لو الذي عندكم ده تحتوي لنا يكون كويس، بنشتري منه كل واحد يقول والله أنا ببيع صلى على النبي محمد. أتمنى أقول عثمان